نور الخوش، ومرحبا بكم اليوم في قضية جديدة وحلقة جديدة. اليوم غنشارك معكم قصة ديال بطل حرب الرمال اللي غني على التعريف دريس بن عمرو، الجنرال اللي كان عنده دور كبير في تفوق الجيش المغربي في حرب الرمال، وعنده مسار طويل في ضغط عن الجزائر والتقلب، وعفوا تلقب بطل حرب الرمال. والرجل المغفور له الراحل حسن الثاني اللي كسب الثقة ديالو كاملة، وهو اللي كان مشرف على اعدام الخونة والانقلابيين بالصخيرات، وكان متميز بالصرامة في العمل، وكان اشهر من كوكاكولا على قول محمد الرئيس. وادريس بن عمر العلمي ابرز عناصر عسكرية في التاريخ المغربي، وغادي نعرفكم بالانجازات اللي حقق والقصة ديالو مع الرئيس المخلوع السابق حسني مبارك. وقبل ما ندخل في القصة، فضلا منكم خلي واحد ابوني وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وشكرا لكم بزاف. 1917 غادي يخرج دريس للدنيا، وبالضبط المولي دريس الزرغوني بنواحي مدينة مكناس، وغادي يبدا الدراسة ديالو مدينة مكناس بحكم القربة هي اللي قريبة للمنطقة اللي كيسكن فيها. وبعام 1935 غادي يلتحق المدرسة العسكرية بمكناس، وحتى 1939 بالضبط غادي يتخرج برتبة السارجة. والتخرج ديالو جا في واحد الفترة اللي حرجة بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت فرنسا مستعمرة المغرب. وغادي يتوجه دريس بن عمر ومحمد أوفقير والجيش القومي المغربي لفرنسا باش يحاربوا مع ضد الألمان وإيطاليا. وأشهر المعركة اللي غيدوز دريس بن عمر معركة مونتي كاسينو، وهاد المعركة اللي اخترق فيها الجيش المغربي الجدار النازي بواحد الشراسة وواحد القوة اللي كبيرة بزاف. ومن بعد نهاية هاد الحرب، الجيش المغربي ومحمد أوفقير وإدريس بن عمر اكتسبوا خبرة كبيرة من هاد الحرب ومهارات، ما كانت مثلا مسيطرة الفرنسيس عليهم. هذيك المدة غادي يشد الرحال دريس بن عمر لفيتنام في الحرب الاندلسية مع فرنسا، وغادي يتكرفس دريس بن عمر بسبب التضاريس اللي كاينين تما، ولكن غادي يكسب واحد الخبرة اللي جديدة وقوة عالية في الميدان العسكري، وغادي يولي يدخل في حروبات بواحد البراعة اللي بزاف، سواء من جهة التخطيط سواء من الهجوم. ومن بعد غادي يرجع للمغرب، ويلا داك الساعة المغرب ضربوا من الاحتلال الفرنسي ورجوع الملك محمد الخامس من المنفى. هنا دريس غيبدا ينطلق المراحل العسكرية والمناصب وحدة تلو الأخرى. وتكون البداية في 1956 والمظاهرات اللي كانت في مكناس واللي ماتوا فيها مجموعة من السياح والأجانب غادي يطراو انعكاسات سياسية اللي سلبية وخطيرة، وهذا الشيء غيخلي السلطان محمد الخامس يعين دريس بن عمر عامل بمكناس عاود الباشا أحمد جناي، وغادي يدوز فيها سنتين دريس بن عمر حتى 1958. وغادي يرجع دريس للعمل العسكري، وغادي تولى الرئاسة مدرسة أهرمومو اللي هاد المدرسة عرفت في ظرف 4 سنين بسبب الصرامة ديالو ولات أفضل مدرسة عسكرية بالمغرب، وغادي يوليو الجنود ديالها ماهرين في الأسلحة والقتال. وحتى العام 1959 غادي يتم ترقية إدريس بن عمر رتبة يوتنو كونونير، وبعد الوقت قصير غيولي عاوتاني كونونير. حتى العام 1960 غادي يسند ليه محمد الخامس الراحل رحمه الله مهمة قيادة الدار الملكي. وهذا الشيء اللي وصل ليه هو ماشي من فراغ او كذا، هذا الشيء بسبب الصرامة ديالو والشجاعة والخبرة اللي كسب من الحروب. وبنفس العام وجد المغرب واحد الكارثة اللي طبيعية زلزال أكادير اللي معروف اللي غادي يسبب في أكثر من 15,000 قتيل و10,000 ديال الجرحى. وبعام وراد الزلزال هذا في 1961 الملك حسن الثاني المغفور له غادي يعين دريس بن عمر عامل بمدينة الدار البيضاء. وفعل دريس بن عمر غادي يبين على الكفاءات ديالو اللي في ظرف سنتين ويترقى لرتبة جنرال. وبالضبط في 6 سبتمبر 1963 غادي يعرف المغرب حرب على الحدود مع الجارة الجزائر. وهنا فين غادي تشعل القصة. كملوا معايا حتى الاخر.
استمرت هذه الحرب لشهور وكلفت المغرب الكثير على المستوى المادي والعسكري، واللي هي حرب الرمال. وهذا الفترة هذا يكون دريس بن عمر قائد العام في المنطقة الجنوبية، هو اللي كيرسم الخطط وكيحرك الجنود ديالو، وغادي يكون عنده دور كبير في تقدم وتفوق الجيش المغربي. من بعد ايام قليله يتفوق الجيش المغربي في توغل اكثر داخل التراب العسكري الجزائري وانتشار مرعب للجنود المغربي. والنيه ديال دريس كانت بانه في هذه الحرب هذه الوصول لمدينه وارن وضم النصف الغربي الجزائري الى المغرب، وغادي يبقاو ليه غير شي كيلومترات على تيندوف. بداو السكان ديالها كيستقبلوهم بالزغاريت وان تيندوف غادي تنضم للتراب المغربي واصلا هي اللي مغربيه. هنا غادي يجي واحد اتصال من الملك الحسن الثاني الامر بالرجوع والانسحاب. هنا ما غاديش يتقبل دريس بن عمر هذا الشيء هذا في البدايه، على حسب ما سمعت أن في التقاليد ديال الجيش لا يقبل رجوع الجيش منتصر إلى نقطة البداية. وحيت هذا الأمر جاء من الملك الحسن الثاني ما غادي يقطعش الجنرال خالد وغادي يأمر الجنود ديالو بالرجوع. وهنايا من غير يلتقي مع الملك على ما سمعت خلع الزي العسكري ديالو يحطو قدامه وقال له سيدي انت راك عارف بأن في الحرب ممنوع الرجوع الجيش منتصر، ولكن اللي خاص الناس يعرفوا أن الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله جاتو بزاف ديال الاتصالات باش يوقف اطلاق النار وهذا الشيء هذا ماشي غير الشيء اللي خلاه يحب هذا الشيء، انه شاف الشعب الجزائري بواحد الشوفه ديال العاطف وهذا الشيء اللي خلاه يتراجع. من بعد هذا الشيء كامل غادي يولي معروف دريس بن عمر عند الصغير والكبير وغادي يتلقب عليه بطل حرب الرمال. وفي هذه الفتره ديال الحرب الرمال بقياده دريس بن عمر تفوق الجيش والتفوق على الجيش الجزائري. يقرر الرئيس المصري جمال بن ناصر في ذاك الوقت باش يجند الضباط وباش يسيروا من ارض القتال بمساندة الجيش الجزائري باش يساندوا الجزائر. ومن بين هاد الجنود هادو كان الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولكن الجنرال الموهوب والصارم إدريس بن عمر يتمكن من اسقاطهم والقبض عليهم، وغادي يربط حسني مبارك غادي ياخذ القرار ويشوف شنو غادي يدير معاه. في هذه المده بالضبط 1964 القمه العربيه بالقاهره على وشك الانعقاد، ويستغل الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله هذه الفرصه وغادي يصطحب معاه الضباط هدايا الجمال عبد الناصر اللي غادي يتشوكم اللي غادي يشوفوهم فعلا حبسات الحرب بين المغرب والجزائر بعد تدخلات اللي كثيره منهم تدخل الجامعه العربيه والوحده الافريقيه. لكن المسيره ديال ادريس بن عمر ما غاديش توقف هنا، وبقى في خدمه الملك والوطن حتى بيت ديال عمر. وبعام 1970 غادي يتم ترقيه من عند الملك الحسن الثاني منصب وزير بريد المواصلات السلكيه واللاسلكيه، وهذا المنصب اللي كان كيشتغل فيه قبل احد قائدين محاولة انقلاب الصخيرات بعام 1971 وهو الجنرال المذبوح. وهاد فترة محاولة انقلاب الصخيرات غادي يشتغل الجنرال المصري غيشتغل الجنرال دريس منصب ماجور العامل القوات المسلحة الملكية، وغادي يكون مشرف في تحقيق والإعدام متورطين بمحاولة الانقلاب اللي أغلبهم زملاء والتلاميذ ديالو اللي قراو عنده فاش كان في مدرسة أهرمان. وفي حكومة محمد عثمان يتم تعيين الجنرال إدريس بن عمر العلمي مدير عام للخطوط الجوية الملكية. من بعد أزيد من 65 عام من الخدمة العسكرية كلها وفاء ومكافآت للوطن حتى 1991 يخرج تقاعد. من بعد سنوات مع الصراع مع المرض والتقدم في السن غادي يموت نهار 16 أبريل 2002 وغادي يتدفن في مقبرة الشهداء بكازا، وغادي تبقى الاسم ديالو خالد بين أبرز العناصر العسكرية اللي دازت في التاريخ المغربي والقاهرة الجزائرية. شكرا لكم بزاف على المتابعة، وكنتمنى هذا الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، وشكرا لكم بزاف مرة أخرى. تهلاو ليا في راسكم.